السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نزلت النهارده السوق وجبت فرختين، فجيت لقيت مرات ابني عندي وكده، فقلت لها قومي بقى اغسلي لي الفراخ. مسكتها غسلتها بصراحه وخليتها زي الفل، تسلم ايديها. وكنت انا بقى حطيت الميه على النار. انا بحب الفراخ يا حبايبي بسلقها وبحب احمرها. نزلت هنا بنص طماطمايه بقطايه يعني، ونص وبصلايه صغيره وشوربه دجاج وملح وفلفل اسمر. انا ما بحطش اي حاجه غير كده والحبهان. وهنا انا مسكت بصلايه بقى قليتها، قلت اخدها عشان انا ايه هعمل لهم بسله برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى قلت هعمل لهم بسله ورز وملوخيه وكده. هنا نزلت بعد البصله بتاعتي ما ابتدت خدت اللون بتاعها، نزلت بالطماطم. كنت انا قعدت عصره كتير، والبسله كانت قليله. انا ما كترتش بسله عشان هم ما بياكلوش بسله، قالوا هناكل رز وملوخيه. فشيء بياكل كده وشيء بياكل كده. هسمع كلامهم؟ لا طبعا مش هسمع كلامهم. ومعلش انا متاسفه يا حبايبي ان انا بطول عليكم، علشان خاطر انا كنت ساكنه في شقه، والشقه السقف بتاعها وقع. فادعوا لي بقى ان ربنا يفرجها واعملها من جديد. انا دلوقتي قاعده في شقه اختي. هنا بقى ايه، انا بحب الرز الواحده بواحده، واحده وواحده بصراحه، بخافه احلى من الشعريه بيبقى طعم جميل جدا. هنا هعمل رز واحده بواحده. الحله على فكره اللي سلقت فيها الفراخ عشان ما بحبش اوسخ مواعين كتير. رحت ماسكاها شطفاها وعملت فيها برضو ايه الرز. هنا بقى بصوا الفرختين بحمرهم. يلا حبايبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه عشان تسعدوني، علشان خاطر انا بصراحه ربنا اللي يعلم يعني. وادعولي ان ربنا يفرجها عليا واعمل شقتي من جديد واقعد فيها، عشان انا دلوقتي قاعده بره شقتي. هنا الملوخيه بتاعتي اهي، وحمرت لها طبعا توم، وبحط لها فصين توم نيين برضو. والرز اهو بصوا لما استوى. ايه رايكم يا حبايبي؟ وفرختين بقى، تعالوا كلوا معايا. هنا البسله. اللي عايزني اعمل اي حاجه، على فكره انا شاطره في الحاجات اللي يعني ايه ال- البسيطه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نشوف تشجيعكم ليا.